طبعا كلنا بنعرف نعمل الجلاش باللحمة المفرومة أو الأمامة. متعودين نسقيها شوربة كام فراخ أو بط أو أي حاجة أنت طبخاها وبتطلع معانا حلوة. لكن النهاردة هعمل لكم صينية جلاش باللحمة المفرومة بتشريبة جديدة بتخلي طعمها كده بجد رايح في حتة تانية خالص غير اللي انت متعودة عليه. الجلاش مورق كده من جوه وفي قرمشة حلوة أوي أوي من فوق، بجد طعمه وريحته خطيرة جدا. تعالوا نعمله كده مع بعض ونقارن دي باللي انت متعودة تعمليها، مش هتبطلي تعمليها دي خالص. تمام، يلا بينا بقى نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس دايما ما تنسونيش في الاشتراك ولايك جميل بإيديكم الحلوة، ويلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. أول حاجة عندنا لفة جلاش، وهنا هنستخدم لفة جلاش ممكن تكون عندنا في الفريزر مركونة متقطعة، مش مشكلة يعني، فمش لازم تكون طازة. هنجيبها كده ونقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبعد كده بنفككها بقى من بعض خالص بالشكل ده كده برضو، وهنركنها على جنب ونروح نشتغل في الحشوة. نجيب كده معلقة سمنة كده محترمة، وبعد كده هننزل فيها اللحمة بتاعتنا. ممكن نعمله بزيت بس انا السمنه بتدي تطعيمها احلى طبعا. فهسيب بقى زي ما انتم شايفين اللحمه كانت متفرزه في الفريزر، عشان كده فيها حتت متجمده. هسيبها كده لغايه ما تفك وابتدي اقلب فيها، واكون هنا محضره بصلتين صغيرين او بصله تكون متوسطه يعني مش صغيره. حلو، هقطعها قطع صغيره او هتبشريها بالمبشره مفيش مشكله. بعد ما هسيب اللحمه تغير لونها وتفك زي ما انتم شايفينها كده، ننزل بقى بالبصل، وزي ما قلت لكم متقطع قطع صغيرة أو مبشور في المبشرة. هقلب كده البصل كويس مع اللحمة، هقلبهم كده كويس مع بعض، وفي نفس الوقت هكون محضرة برضو 4 قرون من الفلفل، ومعاهم واحد بيكون حار. لو انت مش عايزة الحار ما بتاكلوش استبعديه مفيش مشكلة. برضو عايزة تحطي فلفل ألوان حطيه، مفيش مشكلة برضو. تمام، يبقى هنا حطينا البصل مع اللحمة مع الفلفل وبنقلبهم مع بعض، وهنسيبهم كده على نار هادية يستووا مع بعض. بس قبل ما نسيبهم هنحط لهم البهارات بتاعتهم اللي هي كانت عبارة عن ملح فلفل، نص معلقة من القرفة بتدي طعمة حلوة قوي، بهارات لحمة نص معلقة من السبع بهارات، لو مش موجودة خلاص استكفي باللي هي بهارات اللحمة. كمان هحط نص معلقة من البابريكا، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه وهسيبه على نار هادية عشان اللحمة تستوي وتاخد وقتها، متستعجليش عليها. تمام كده، بعد ما هقلبهم وهسيبهم على النار مع نفسهم، ومجرد ما الاقي خلاص اللحمة استوت هطفي عليها ونركنها على جنب، ونرجع للجلاش بتاعنا نشوف هنعمل فيه ايه. تمام، كنا قطعنا الجلاش كنا ركناها على جنب. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنشتغل فيها، خلاص كده هنقلبه تقلبتين زي ما قلت لكم، نركنه بقى على جنب. بالنسبة بقى للجلاش كنا راكنينه على جنب. هجيب بقى الصينية اللي هشتغل فيها، ادينا مسحة حلوة من السمنة او الزيت، وابتدي احط نص الكمية. في الوقت ده كانت الحشوة خلاص بردت، ابتدي احطها كده فوق الطبقة الاولى ونفردها. نبتدي نحط طبقة اللحمة على أول طبقة من الجلاش، ونفردها كويس قوي علشان ما تكونش في حتة فاضية وحتة مليانة. نفردها كده بالتساوي. بعد كده هجيب بقى الجلاش اللي أنا كنت مقطعاه وأفرده على طبقة اللحمة بالشكل ده كده. طبعا هنفرده برضو مش هنسيب حتة من اللحمة باينة بالشكل ده كده. طيب، احنا متعودين الجلاش بنعمله بنسقيه بالشوربة، لو فيش مرقة مطرح فراخ او بط او حاجة بنسقيه. لكن النهاردة انا هقول لكم بقى تشريبة بتخلي الجلاش بجد بيروح في حتة تانية خالص. انا هقول لكم على تشريبة تحفة. هنجيب زبدية البلدي، هنجيب نص كوباية من السمنة، بس تكون سايحة. كمان هحط عليهم واحدة من البيضة وشوية ملح وشوية فلفل، وأقلبهم كويس أوي. تمام،
بعد ما اضربهم كويس قوي. دي التشريبة ونص معلقة بيكنج باودر، ما تنسوهاش، دي مهمة جدا جدا، بتخلي الجلاش ما عندنا مورق وبيروح كده زي ما قلت لكم بجد في حتة تانية خالص، غير الأمامة وغير الجلاش باللحمة اللي احنا متعودين عليه. بعد ما هعملهم كده خلاص هقلبهم وأدمجهم كده مع بعض وهحطهم بقى على الوش. هخلي كل الوش متغطي بالتشريبة اللي احنا عملناها. في الوقت ده طبعا الفرن كانت شغالة على درجة حرارة 180. هحط الصينية الجميلة بتاعتنا في الفرن، بس بعد ما أزقيها بالتشريبة كويس قوي، وهدخلها مش هتقعد أكتر من 3/4 ساعة. وهتطلع زي العسل، هتطلع مورقة وفي نفس الوقت كده تحس يعني قرمشة جميلة كده من فوق، بجد تحفة، جربيها. أحسن من الطريقة التانية، حلوة قوي، الطعم والريحة خطيرة. بالشكل ده هنفردها، وهو اللي بيبين الحاجة التجربة. يعني ممكن حد يقولك دي أحلى ودي أحلى، لكن التجربة هي بتبين. دخلتها الفرن طلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا عايزة تطلعيها أفتح من كده، ده بيرجع. أنا بحب الحاجة تكون مغامقة، بتدي كده قرمشة حلوة. هقطعها كده طبعا، تقطعيها بقى مثلثات مربعات براحتك خالص. بنقطعها وبنطلع حتة ونشوفها قد ايه الجلاش مورق كده، بجد طعمه بجد تحفة. أنا أول مرة أعمل جلاش وأبقى مبسوطة بيه أوي كده. يعني أنا على طول بعمل أمامة وجلاش باللحمة والكلام ده وجلاش بالجبن، بس ده تحفة. تشريبة زي ما قلت لكم، يعني عاملة شغل جامد يعني. جربوه وانت هتشوفوا بنفسك. كده حبايب قلبي وصفتنا انتهت، اللي عملنا فيها جلاش باللحمة المفرومة بتشريبة جديدة. أتمنى تجربوها. أشوفكم بخير في وصفة جديدة.